السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بكرة أول رجب يا جماعة، يا رب يبلغكم شعبان ورمضان على خير يا رب العالمين، ويرزقكم يرزقنا من حيث لا نحتسب، ويفرحكم بولادكم جميعا يا رب العالمين. بصي يا حبايبي، احنا النهارده هنتكلم عن رؤية الفراخ في المنام، لانها جات لي كتير في التعليقات. رؤية الفراخ دي يا جماعة من الرؤى المستحبة، من الرؤى الجميلة. فراخ، كلمة خير، جاية من كلمة خير. طيب الست المتزوجة لو شافت في بيتها فراخ كتير، ده بتبقى الذرية بتاعتها، ولادها. طيب لو شافت بيض، او الفراخ بتبيض، لو شافت ان الفراخ بتبيض وبيض كتير، ده بيبقى رزق داخل عليكي، ورث هتاخديه. مرتب، إن لو انت موظفة في مرتبك هيزيد، شغل لجوزك هيعلى ومرتبه هيزيد، فخير عايد عليكي وعلى اولادك في بيتك. طب لو شفت ان انت نفسك بتطبخي الفراخ دي وبتاكلي منها رزق، ورزق جايلك سريع وهتستنفعي بيه، هيبقى منه منفعة وهيعود عليكي، لان لحم الفراخ ده رزق، ورزق طيب وحلو. حتى الريش يا جماعة، الريش ده بيبقى دليل على الفلوس. ان انت شفت ان انت بتعملي الريش بتاع الفراخ ده، بيبقى فلوس، فلوس كتير جدا. بالنسبة للست الحامل او بتدور على حمل، يعني متزوجة وبتدور على حمل، او الحمل متأخر، لو شافت الفرخة بتبيض، او الفرخة عندها قاعدة على بيض وشافت البيض ده، هيبقى فيه حمل، وحمل قريب جدا ليها. طب لو شافت ان في فراخ عندها كتير وبيض كتير، ده بيبقى رزق، ورزق عايد عليها مع الخلفة، الانجاب اللي هي هتنجبه، يبقى فيه ذرية وفيه خلفة، ده بيبقى بشرة خير ليها. بالنسبة للبنت العزباء، لو شافت ان هي حد بيديها فراخ، او هي بتربي فراخ، او فراخ جايه لها كتير، بيبقى ده خطوبة قريبة او زواج لها قريب، وهيبقى العريس كله خير وبركة، هيبقى صاحب خير كتير وخير عايد عليها كتير. ايه الوحش في رؤية ان انت تشوف الفرخة ميتة؟ رؤيتها غير محمودة. او ان انت تشوفي فراخ كتير ميتة قدامك، الرؤية دي بقى غير محمودة. ليه؟ اما فلوس هتضيع منك، لا اما لا قدر الله حاجة وحشة، مشاكل وهم وتعب وكرب. دي رؤية الفراخ يا حبايبي، والله اعلى واعلم. ورؤية الفراخ ان انت بتشتري فراخ، بتذبحي فراخ، جايبة فراخ، فرؤيتها كلها مستحبة. والله اعلى واعلم يا حبايبي. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير